مالي وللدلة وغسل البيالات، ولا على الدلة حداني زماني، ولا تعودت أشتغل في الحراسات، ما غير وقتي من بلادي حداني. الشاعر اليماني حسين المرادي من أهالي مدينة مأرب اليمنية. قبل سنوات عديدة أجبرته الظروف أنه يسافر إلى المملكة العربية السعودية، لأن الوضع في اليمن خصوصا بعد الحرب أصبح غير مناسب، فاضطر هذا الرجل أنه يسافر من اليمن إلى المملكة العربية السعودية ويشتغل هناك. وبعد ما دخل إلى المملكة وحصل عمل عند أحد المواطنين السعوديين، كان هذا العمل عبارة عن حراسة لأحد المزارع اللي يمتلكها هذا السعودي. واستمر الشاعر حسين المرادي في هذا العمل 15 يوم. وفي يوم من الأيام جاءوا أولاد هذا الرجل السعودي إلى الشاعر حسين المرادي، فقالوا للشاعر حسين المرادي أنه يغسل الدلة ويجهز الفناجيل. فقال لهم حسين المرادي: أنت مجنون أغسل لك الدلة وأغسل الفناجيل؟ أنا أشتغل معكم حارس على هذه المزرعة، أما غسل الفناجيل والدلات فما هي شغلتي ولا شغلة أبوي ولا شغلة جدي. وحصلت مشادة كلامية بين حسين المرادي وبين أولاد هذا السعودي. وبعدها دخل عليهم هذا السعودي الشهم واعتذر من الشاعر حسين المرادي، وقال له العفو منك والمعذرة على هذا الكلام اللي بدر من أبنائي. وبعدها قال له الشاعر حسين المرادي هذه الأبيات الشعرية: لك مني التقدير وازكى التحيات، يا مكرم الضيفان لحم السماني، مالي وللدلة وغسل البيالات، ولا على الدلة حداني زماني، ولا تعودت أشتغل في الحراسات، ما غير وقتي من بلادي حداني، وحظي العاثر ودرب المتاهات، اللي مشيته يوم شفته دعاني، ولا ترى ربعي رجال البطولات، قوما لها فوق الثريا مكاني، مراد ربعي كاسبين الجمالات، سنايدي في كل محضر وعاني.